أهلا بيكم، معاكم أمانو بياني، خريج تربية موسيقية، بكلمكم هنا من دو سبيس. من وأنا صغير كان عندي شغف كبير قوي بكل حاجة فنية تقريبا، إن كانت رسم أو موسيقى أو حتى تصوير. فمن ساعتها كان عندي حلم إن أنا يكون عندي مكان أبدأ أعمل فيه منتج. مع الوقت والشغل وتوفيق ربنا طبعا أولا وأخيرا ابتديت أشتغل في حاجات كتير قوي ليها علاقة بالموسيقى، إن كانت موسيقى تصويرية للمسرحيات، إن كانت موسيقى تصويرية للأفلام، إن كانت حاجات فيها هندسة الصوت، إن كانت حاجات فيها أداء أو قرال أو كده، برضو ده جزء من شغلي. أنا بعمل حاجات كتير قوي، مهندس صوت شغال، مصور شغال، مونتير شغال، كل ما يتعلق بالميديا تقريبا أنا بشتغل فيه. والحمد لله كان في تكريمات وجوائز كتير قوي من جوه مصر وبره مصر، وكل المشاريع دي تقريبا تمت هنا في دو سبيس. دو سبيس هو مكان كنت بحلم بيه من وانا صغير، ان يكون مكان بيقدم محتوى، يعني باختصار شديد جدا تجيب لي الفكره اطلع لك حاجه مسموعه او متشافه. طيب دلوقتي خلينا نتكلم عن مراحل تكوين الترنيمه او الاغنيه او التراك عموما. لو هنتكلم عن كلمات الترنيمه، فالترنيمه بتكون حاجتين، يا اما انا بوصل رساله لحد معين، او بحكي قصه، او بسبح ربنا. وبعد كده ببدأ أشوف اللحن المناسب. اللحن ده عبارة عن مجموعة نغمات معينة بركبها على الكلمات بحيث الموضوع يكون مسموع ومش مجرد كلمات بتتقري بس. بعد كده بيجي التوزيع. التوزيع ده هو ان انا من اسمه ان انا بدي كل آلة موسيقية دور في العمل ده، ايا كان بقى نوع الآلة، كان جيتار او بيانو او حتى بركاشن اللي هو آلات الإيقاعات. وهنشوف برضو نماذج مسموع، حاجات جوه البرنامج وحاجات خلصانة عشان برضو الفكرة توضح اكتر. في ترنيمة كنت كاتبها وملحنها، ممكن نسمع منها جزء صغير قبل ما نشوف الموضوع ديجيتال عشان خاطر الفكرة بس توضح اكتر. في ليلة صامتة جامدة، حيث كان السكون، في مدينة هادئة باردة، حيث لا صوت يكون، في بيت صغير في مزود حقير يوجد طفل صغير، في وقت المساء نجم يلمع في السماء ليخبر بحدث عظيم، والرعاة نيام يخبر الملاك ويقول المجد لله وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة مثلا. طيب دلوقتي بقى خلينا نشوف نماذج جوه البرنامج عشان خاطر الموضوع يكون واضح أكتر. يلا بينا. Not in fashion nor attraction that I find my satisfaction, not in seeking popularity that I find my true serenity. It's in the peace and unity, it's in the love and purity, when I'm in God's house obeying His commands, when the barriers are broken, when the truth are spoken, when my heart is open to all humanity, then I find my true serenity. أتمنى تكون الفكرة وصلت وأكون خفيف عليكم ووضحت لو بشكل بسيط إزاي الترنيمة بتتعمل. كل سنة وانتم طيبين
ويا رب يعود دايما الأيام علينا بألف صحة وألف خير. سلام.